أهلا بيكم في قناة بايو جيو ساينس. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا فولو للفيسبوك بيج بايو جيو ساينس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. لو حابين تتواصلوا معايا ممكن تبعتولي على رسائل الصفحة أو تسيبوا كومنت تحت الفيديو. يلا نبدأ سيشن النهاردة ساينس جريد 4 الترم التاني 2023. هنكمل يونت 3 اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت. كان اسمها ايه؟ كان اسمها Energy and Fuels. المرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه Energy، وعرفنا انواع الانرجي اللي موجودة حوالينا، وعرفنا انواع الفيولز، وعرفنا يعني ايه فيولز، وعرفنا معلومة مهمة جدا ان Energy can change from one form to another. صح ولا لا؟ مش احنا المرة اللي فاتت قلنا ان احنا ممكن نغير الانرجي من شكل للتاني؟ النهاردة هنكمل كلام في الموضوع ده، هناخد حاجة اسمها energy chains. قبل ما نبدأ في الموضوع الدرس الجديد، تعالوا ناخد كده زي exercise سريع. Put right or wrong in front of the following questions. Number 1. Television needs sound energy to be operated. التلفزيون بيحتاج energy عشان يحصل له ايه؟ operated، صح ولا لا؟ طيب أنا قلت عندي many types of energy. عشان انا اشغل التلفزيون بحتاج انه تايب من الانرجي؟ بحتاج ساوند انرجي، بحتاج ان انا اديله اوامر صوتيه، يعني انا اروح للتلفزيون واقول له اشتغل فهيشتغل، ولا بيحتاج ايه؟ بيحتاج electrical energy. يبقى television needs sound energy to be operated. wrong. الاجابه الصح television need ايه؟ electrical energy. طيب number 2. electrical energy is needed to operate an electric fan. أنا عشان أشغل electric fan اللي هي المروحة بحتاج electrical energy. right or wrong؟ right، برافو عليكم. طيب تعالوا نسأل سؤال how does energy change أو transform. ده برضو يعتبر exercise على السيشن اللي فاتت. احنا قلنا ان energy can change from one form to another. تعالوا نشوف بقى ازاي. انا دلوقتي عندي ايه؟ device. يعني ايه device؟ يعني جهاز اي جهاز انا بستعمله بقدر اقول عليه device. عندي في الخانة اللي جنبها consumed energy. يعني ايه consumed energy او input energy؟ الانرجي اللي انا بدخلها للجهاز انا بديله ايه؟ طيب الخانة اللي بعدها produced energy أو output energy. يعني إيه؟ يعني الانرجي اللي بتطلع. يعني أنا دلوقتي عندي device بدخله type of energy، فالديفايس ده بيغير التايب ده ويطلع لي تايب تاني من الانرجي عشان خاطر يأدي وظيفة معينة. زي إيه؟ زي الهير دراير. المثال الأول، الهير دراير أصلا انا عشان اشغله بدخله ايه؟ بدخله electrical energy، بدخله كهرباء، صح ولا لا؟ طيب الهير دراير ايه هي وظيفته؟ بيعمل ايه؟ بيطلع هيت، صح؟ وبيعمل ساوند، فهو بيعمل ايه؟ ثيرمال، بيطلع thermal energy and sound energy. يبقى انا دخلت له electrical energy عشان كده بقول عليها consumed، وهو طلع thermal energy and sound energy، فعشان كده بقول عليها produced. طيب ناخد المثال اللي بعد كده. عندي السوب ديسبنسر. ايه هو السوب ديسبنسر؟ ازازة الصابون السائل اللي لما بضغط عليها بتعمل ايه؟ بتطلع لي سوب عشان اغسل بيه ايديا. طيب الكونسيومد انرجي اسمها بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي دي جديد علينا. يعني ايه بوتنشال انرجي؟ يعني انرجي ستورد، الانرجي اللي بتكون متخزنة بقول عليها بوتنشال انرجي. عكسها الكاينيتيك انرجي اللي هي الانرجي بتاعة الموفمنت. يبقى انا دلوقتي لو عندي جهاز او شيء ثابت في مكانه، فالشيء ده جواه طاقة متخزنة اسمها ايه؟ اسمها بوتنشال. طيب لو الجهاز ده بيتحرك او الكائن ده بيتحرك فبيعمل نوع تاني من الطاقة اسمها ايه؟ اسمها كاينيتيك انرجي. يبقى دلوقتي السوب ديسبنسر consume energy اسمها ايه؟ اسمها potential energy. دي energy stored in the spring of the soap dispenser، الانرجي اللي بتكون متخزنة في الجزء اللي فوق بتاع السوب dispenser. طيب produce بيطلع لنا ايه؟ kinetic energy اللي هي the movement of the soap upward. حركة الصابون دي اسمها kinetic energy، نتجت عن طريق البوتنشال energy بتاعت ايه؟ بتاعت السوب dispenser. طيب آخر مثال معانا الواشنج ماشين.
الغسالة بتحتاج ايه؟ بتحتاج electrical energy، فهي consume electrical energy. طب produce ايه بقى؟ بتطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا kinetic energy، الحركة بتاعة الغسالة اللي بتخلي الغسيل يتغسل جواها. تعالوا ناخد سؤال give reason. when you rub your hands you will feel warm. لما احنا نعمل ايه؟ rub your hand يعني تحرك ايديك في بعض، ايه اللي هيحصل؟ you will feel warm. give reason او why. الإجابة هتبقى because kinetic energy. أنا قلت يعني إيه kinetic energy؟ يعني movement energy. دلوقتي when you rub your hand فأنت بتعمل movement، بتعمل حركة بينتج عنها kinetic energy. طيب ال kinetic energy دي هتبقى ال consumed energy ولا ال produced energy؟ الانرجي اللي أنا ببدأ بيها اسمها consumed، أو اللي أنا بحطها في الجهاز اسمها إيه؟ consumed. خلاص، يبقى أنا دلوقتي ال consumed energy هنا عندي اسمها kinetic energy. is converted بتتحول لإيه؟ into thermal energy. مش بيقولك you will feel warm. يعني إيه you will feel warm؟ يعني هتحس بالهيت، بالحرارة. يعني إيه الهيت أو الحرارة؟ يعني thermal energy. يبقى thermal energy هي الهيت energy. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي دخلت kinetic energy اللي هي rub your hand، الموفمنت اللي أنا عملتها. طلع لي إيه أو الناتج إيه؟ you will feel warm يعني heat energy يعني thermal energy. يبقى الكاينيتيك energy اسمها consumed energy، والthermal energy اسمها produced energy. تعالوا ناخد exercise كمان عشان نتأكد ان احنا فهمنا الجزئية دي. put right or wrong. number 1 the consumed energy in the blender is sound energy. طب احنا دلوقتي خدنا البلندر في الديفايسز بتاعت الأمثلة اللي احنا خدناها قبل كده؟ لا، ما خدناهوش. بس يعني ايه بلندر؟ بلندر ده هو عبارة عن ديفايس اللي هو الخلاط. يبقى بلندر ده هو جهاز. طب الجهاز ده بيشتغل بإيه؟ بيشتغل بإلكتريسيتي، صح ولا لأ؟ يبقى مش لازم يجيب لي الأمثلة اللي أنا أخدتها، ممكن يجيب لي أي مثال تاني. أنا عارفة إن أي ديفايس أو أي جهاز بيشتغل بإيه؟ بإلكتريسيتي. يبقى the consumed energy in the blender is sound energy. هقول له wrong. طب الإجابة الصح إيه؟ هتبقى electric energy. يبقى احنا قلنا مش لازم يجيب لي أمثلة من اللي أنا أخدتها، ممكن يجيب لي أي مثال تاني. طالما أنا عارفة إن ده جهاز بيشتغل بالكهرباء يبقى هو بيحتاج electrical energy. number 2 the produced energy in remote control toy car is chemical energy. بيقولك إن في الريموت كنترول توي كار، احنا خدناها بقى السيشن اللي فاتت، الريموت كنترولد كارز بتشتغل بايه؟ عن طريق الباتريز، صح ولا لا؟ طب الباتريز دي متخزن جواها انرجي، نوعها ايه؟ نوعها كيميكال انرجي. يبقى الجملة دي صح. يبقى number 2 the produced energy in remote control toy car is chemical energy. هقول له right. تعالوا نبدأ بقى في العنوان الجديد بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه energy chains. يعني ايه energy chains؟ chains يعني ايه؟ يعني سلسلة. طب هي السلسلة بتكون مكونة من ايه؟ بتكون مكونة من مجموعة من الحلقات مرتبطة ببعض، صح ولا لا؟ اي سلسلة في الدنيا هنبص عليها هنلاقيها مجموعة من الحلقات مرتبطة ببعض، فبتديني في الاخر chain. يبقى أنا لما اقولك energy chain يعني هي عبارة عن خطوات من الانرجي ترانسفورميشنز، التغيرات اللي بتحصل للانرجي. تمام؟ طيب احنا عندنا معلومة عارفينها من السيشن اللي فاتت، بتقول ايه؟ بتقول ان main source of energy we used is produced in the sun. معظم الانرجي اللي عندنا على كوكب الارض produced where؟ inside the sun. وقلنا ان energy produced inside the sun is called، اسمها ايه؟ اسمها solar energy، وهي عبارة عن light energy. احنا بناخد ايه من الشمس؟ بناخد الضوء بتاعها، والضوء بتاعها ده هو light energy اسمها solar energy. يبقى ال energy chain start with the sun. يبقى لما يقول لي energy chain start with ويحط لي نقط اقول له ايه؟ energy chain start with the sun. طيب تعالوا نقول ال definition of energy chain. يعني ايه energy chain؟ energy chain is a way to describe the energy flow that occurs when we use different devices. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان energy chain is a way يعني هي طريقة to describe عشان اوصف ال energy flow that occurs when we use different devices. يعني الطريقة اللي بتتغير بيها الانرجي من خلال الديفايسز المختلفة
زي الاكسرسايز اللي احنا لسه واخدينه من شوية. مش احنا في الاكسرسايز ده كنا قايلين ان انا عندي consumed energy و produced energy؟ اهو التغير اللي بيحصل ده اسمه energy chain. تعالوا ناخد امثلة على الانرجي تشينز عشان نفهمها اكتر. example number 1 energy chain when eating food. we eat food why أو give reason to give us energy. احنا ليه بناكل؟ عشان خاطر الأكل يدينا طاقة نقدر ان احنا نلعب أو نجري أو نتحرك، صح ولا لأ؟ واحنا لسه قايلين the main source of energy is the sun، صح ولا لأ؟ ايه هو المين source of energy عندنا على كوكب الأرض؟ هو الsun. we take from the sun ايه؟ light energy. يبقى أنا باخد من الsun اللايت energy بتاعتها اللي هي اسمها solar energy. النباتات اللي حوالينا هي اكتر حد تستفيد من اللايت انرجي اوف ذا صن. ليه؟ عشان بتاخد اللايت انرجي دي تعمل بيها عملية اسمها الفوتوسينثيسيس اللي هي عملية البناء الضوئي. عشان تعمل ايه؟ عشان تجرو اب، عشان تكبر، وعشان كمان تبروديوس اكسجين فور اس، عشان تطلع لنا اكسجين نقدر ان احنا نتنفس ونعيش احنا كمان. يبقى ال consumed energy في ال energy chain when eating food اسمها ايه؟ اسمها light energy of the sun. طيب ال light energy دي reaches a plant بتوصل للبلانت للنباتات زي مين؟ على سبيل المثال مثلا هنقول orange tree، شجرة برتقان. شجرة البرتقان الجميلة دي هتعمل ايه؟ it will absorb the sunlight، هتمتص الsunlight اللي جاي from the sun. طب هي دلوقتي بقى عندها light energy هتعمل بيها ايه بقى؟ it will convert the light energy into chemical energy. هتحول اللايت energy لتايب تاني of energy اسمه ايه؟ اسمه chemical energy. يبقى انا دلوقتي في الاول عندي light energy اللي هي ال consumed energy. مين اخدها؟ الاورنج تري. طب عملت بيها ايه؟ convert it into chemical energy. طيب وبعدين then store it in the form of sugar inside the plant. هتاخد الكيميكال انرجي دي وتخزنها على شكل شوجر، على شكل سكريات جوه النباتات. عشان كده احنا لما بناكل اي فواكه بنلاقي طعمها ايه؟ بنلاقي طعمها مسكر. السكر ده هو الكيميكال انرجي اللي متخزن جوه النبات. طيب آخر خطوة عندنا when we eat the orange، لما احنا بناكل البرتقانة دي ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي طعمها حلو ومسكر. احنا لسه قايلين السكر ده اللي هو ايه؟ اللي هو chemical energy stored inside the plant. طيب our body takes this chemical energy and then convert it into kinetic energy. جسمنا بياخد الكيميكال انرجي دي ويغيرها لكاينيتيك انرجي. طب كاينيتيك انرجي يعني ايه؟ يلا افتكروا معايا، يعني movement energy. فنقدر ان احنا نعمل ايه؟ make our bodies move، نحرك اجسامنا ونقدر نمشي ونقدر نلعب. عشان كده لما بنقعد فترة كبيرة مش بناكل ايه اللي بيحصل؟ بنحس ان احنا مهبطين ومش قادرين نتحرك. ليه؟ لان اجسامنا ما فيهاش طاقة. احنا محتاجين ناكل عشان جسمنا ياخد ايه؟ ياخد الكيميكال انرجي اللي متخزنة inside the plant وبعدين يحولها لكاينيتيك انرجي فاحنا نقدر نتحرك. يبقى ملخص التشين دي هو ايه؟ ان انا عندي light energy from the sun، تمام؟ دي اسمها ايه؟ consumed energy، لان هي دي اللي ببتدي بيها التشين. وبعدين converted into chemical energy stored inside the plant in the form of sugar، على شكل sugar، عشان كده النباتات بيكون طعمها مسكر. وبعدين converted into kinetic energy اللي هي movement of the human body، حركة جسم الإنسان. احنا كده خلصنا أول chain اللي هي chain of eating food. تعالوا ناخد مثال تاني. عندي ايه؟ energy chain when heating a pot of water over a fire. يعني ايه pot of water؟ يعني وعاء فيه ميه، او باللغة العامية حلة فيها ميه عايزين نسخنها على النار. في الاول to start with the sun. ازاي بقى؟ انا عندي light energy come from the sun. طيب اللايت انرجي بتعمل ايه؟ causes the growth of trees، بتكبر التريز. وبعدين the light energy converted into chemical energy inside the tree. مش انا لسه قايله في التشين اللي فاتت ان التريز او البلانتس بتاخد اللايت انرجي تحولها او convert it into chemical energy. طيب وبعدين
when the wood of the tree is burned. انا باخد التري دي واعمل لها cutting، فلما بعمل لها cutting بطلع منها wood. الwood ده بعمل له ايه؟ burn، بحرقه عشان اطلع منه to produce thermal energy. طب الثيرمال energy دي بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها heat the water inside the pot. تعالوا بقى نلخص التشين دي. انا دلوقتي عندي consumed energy او الانرجي start the chain اسمها ايه؟ light energy from the sun converted into chemical energy inside the trees، وبعدين converted into thermal energy when burning the wood of trees to heat the water inside the pot. تعالوا ناخد سؤالين give reason عشان نتأكد ان انتوا فهمتوا الكلام اللي انا لسه قايلاه من شوية. Number 1, when you go for a walk there is a change of energy takes place inside your body. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك when you go for a walk، لما بنروح نتمشى ايه اللي بيحصل؟ change of energy take place inside your body. الانرجي اللي inside your body بتتغير. change. give reason. ليه الكلام ده بيحصل؟ يلا نقول الإجابة مع بعض. because the chemical energy stored in the food is converted into kinetic energy. مش انا لسه قايله من شويه ان الكيميكال انرجي اللي انا باخدها from the food، لما انا باكل الفود ده ايه اللي بيحصل؟ الكيميكال انرجي دي بتخش inside my body. طب وبعدين لما باجي اتحرك الكيميكال انرجي دي converted into kinetic energy. طيب ناخد give reason التاني. number 2, there is a change of energy when burning some wood of trees. لما احنا بنعمل burning wood of trees ايه اللي بيحصل؟ energy change. تعالوا ناخد الإجابة. because the chemical energy stored inside the wood of trees is converted into thermal energy. لأن الchemical energy stored in the wood of trees. مش احنا قلنا ان trees convert light energy into chemical energy؟ يبقى دلوقتي التريز دي جواها chemical energy. لما انا بعمل لها burning بحرقها ايه اللي بيحصل؟ الكيميكال انرجي دي converted into thermal energy. يعني ايه thermal energy؟ يعني heat energy. اخر example عندنا النهارده عن الانرجي تشين هو energy chain in a hair dryer. ايه هو الهير دراير؟ الهير دراير اللي موجود عندنا في البيوت اللي هو السشوار اللي بننشف بيه شعرنا. اسمه ايه؟ اسمه هير دراير. تعالوا ناخد الانرجي تشين اللي بتحصل جواه. انا قلت اي انرجي تشين start from where؟ from the sun. يبقى لما يقول لي energy chain انا ببدأ from the sun. طب sun give us what؟ give us what؟ give us light energy. انا ببدأ الconsumed energy بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها light energy. دي ثابتة معانا في كل التشينز اللي احنا خدناهم. يبقى light energy from the sun بتعمل ايه؟ cause the growth of trees، بتكبر التريز، صح ولا لا؟ احنا الكلام ده قلناه خلاص. طيب when these trees die، لما النباتات والاشجار الكبيرة دي بتموت ايه اللي بيحصل؟ بتدفن في الارض، صح ولا لا؟ مش اي حاجة بتموت بتندفن في الارض. يبقى كمان trees when die بتعمل ايه؟ buried deep inside the earth. خلاص بتدفن inside the earth جوه الأرض لفترات طويلة جدا over millions of years، ملايين السنين. فبتعمل ايه؟ بتعمل transformation، بتتحول from trees into coal، بتتحول لفحم. طيب من السيشن اللي فاتت الكول ده هو عبارة عن ايه؟ افتكروا معايا، الكول هو عبارة عن fuel. طب ايه هي الفيولز؟ fuels are materials to produce energy. الفيولز دي materials انا بستخدمها عشان اعمل بيها ايه؟ اطلع منها energy. طيب كل ده بيطلع ازاي او بيتكون ازاي؟ when dead trees buried deep in the earth over millions of years. لما الاشجار الكبيرة تموت وتدفن جوه الارض وبعدين يعدي عليها ملايين السنين ترانسفورم into coal. طيب الكول ده بيكون جواه الكيميكال انرجي اللي كانت موجودة inside the trees. مش انا قلت ان اي بلانت بيكون جواه كيميكال انرجي متخزنة؟ خلاص بقى دي ثوابت احنا عرفناها. عندنا اول حاجة ثابتة عرفناها ان اي تشين بتبتدي بلايت انرجي. طيب ايه كمان حاجة ثابتة؟ ان اي بلانت متخزن جواه كيميكال انرجي.
طيب دلوقتي التريز دي when it transform into coal، لما بتتحول لكول اللي هو الفحم، الكول ده بيكون جواه الكيميكال انرجي اللي كانت موجودة inside the trees. طيب انا باخد الكول ده بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه producing energy. ازاي؟ coal is used in electric power stations. بحطه في electric power stations. يعني ايه electric power stations؟ يعني محطات انتاج الكهرباء زي شركة الكهرباء كده، بس دي محطات كبيرة جدا بتكون وظيفتها الأساسية هي إنتاج الإلكتريسيتي to produce electricity. بيستخدموا فيها إيه كفيول؟ بيستخدموا فيها الكول اللي إحنا لسه مطلعينه دوت. طب ليه؟ إشمعنى الكول هو اللي بيستخدموه؟ ليه مش بيستخدموا الوود مثلا؟ يبقى give reason coal is used in electric power stations. هقول الإجابة number 1. when coal is burned it produce thermal energy. لما بحرق الكول بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي thermal energy. طيب number 2. then thermal energy is converted into kinetic energy. الثيرمال energy دي بتتحول لkinetic energy which is used to operate certain devices in this station in order to generate electrical energy. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي خدت الثيرمال انرجي اللي طلعتها from burning coal اللي هو كان متخزن جواه chemical energy. يبقى انا دلوقتي عندي chemical energy اتحولت لثيرمال انرجي، وبعدين الثيرمال انرجي اتحولت لكاينيتيك انرجي. ازاي؟ عن طريق المولدات اللي بتتحرك، فالحركة دي اسمها كاينيتيك انرجي. طيب الكاينيتيك انرجي بتطلع لنا ايه بقى؟ بتطلع لنا electrical energy. الالكتريكال انرجي دي بقى go through electric copper wires until it reaches the hair dryer to be operated. الالكتريكال انرجي دي بتتحرك جوه الاسلاك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر توصل لنا في البيوت. فانا لما عاوزه اشغل الهير دراير بتاعي اعمل ايه؟ اعمل له connect to electricity، اوصله بالكهرباء، صح ولا لا؟ فاديله electrical energy. electrical energy دي go through electric copper wires، جوه الأسلاك النحاسية اللي موجودة بتوصل ما بين الالكتريك بالب اللي موجود في الحيطة والهير دراير. فبعدين لما الهير دراير اوبريت يعني يشتغل، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي thermal energy and sound energy and kinetic energy. بيطلع 3 types of energy: sound energy و thermal energy و kinetic energy. تعالوا بقى ناخد الملخص بتاع الانرجي تشين دي عشان انا عارفه ان هي طويله شويه. اول حاجه عندي consumed energy او الانرجي اللي انا ببدا بيها، احنا حافظينها بقى، دي حاجه ثابته. اسمها ايه؟ اسمها light energy come from the sun. طيب هتتحول لايه؟ converted into chemical energy inside the trees. وبعدين الكيميكال انرجي دي تتنقل inside the coal، واحنا لسه قايلين ازاي الكول ده بيتكون. يبقى light energy converted into chemical energy inside coal، وبعدين converted into thermal energy and kinetic energy in electrical power station. مش انا قلت ان الكول ده انا بستخدمه كفيول في الالكتريكال باور ستيشن، فبيطلع لي ايه؟ thermal and kinetic energy. طيب وبعدين converted into electrical energy. electric power stations بتحول الثيرمال والكاينيتيك انرجي دي into electrical energy توصلها لنا في البيوت بتاعتنا. فاحنا نقدر ان احنا نستخدمها ونوصلها للهير دراير اللي هو بيعمل converted into thermal energy and kinetic energy and sound energy. يبقى ال produced energy هي عبارة عن thermal و kinetic و sound energy in the hair dryer. طيب آخر معلومة بقى هناخدها النهاردة، بيقولك ايه؟ not all energy in the energy chain reaches the devices. يعني ايه؟ يعني مش كل الانرجي اللي بتتحول بنفس الكمية. يعني انا دلوقتي عندي sunlight، صح؟ اللي هي السولار انرجي اللي انا ببدأ بيها التشين بتاعتي، البلانت بياخدها بيحولها لكيميكال انرجي. هل البلانت بياخد كل السولار انرجي اللي في الدنيا؟ لا، بياخد جزء منها بس فيحولها لكيميكال انرجي. طيب when I eat the plant، لما انا باكل النباتات دي، ايه اللي بيحصل؟ جسمي بيتنقل له الكيميكال انرجي اللي كانت جوه البلانت. هل انا باخد كل الكيميكال انرجي دي؟ لا، في جزء منها بيتفقد.
طيب الجزء اللي wasted ده، الجزء اللي اتفقد من الطاقة ده، حصل له ايه؟ راح فين؟ it converted into other forms of energy. اتحول لشكل تاني من الطاقة، بس الجهاز ده مش بيستخدمه، او الكائن ده مش بتتنقل له الطاقة دي. ليه؟ because energy is not destroyed. يعني الانرجي مش بتختفي، مش بتتدمر، مش هاجي فجأة ما الاقيهاش موجودة، لا هي بتعمل ايه؟ it converted into other forms of energy that the device don't use. نقول تاني الكلام ده. not all energy in the energy chain reaches the device. give reason. هقول الإجابة because some of the energy is wasted while traveling through the energy chain. في جزء من الطاقة بيحصل له ايه؟ wasted، بيتفقد في خلال انتقال الطاقة من device للتاني أو من مرحلة للتانية as it's converted into other forms of energy. طب الانرجي اللي اتفقدت دي، اللي ضاعت، حصل لها ايه؟ converted into other forms of energy. اتحولت لنوع تاني من الانرجي، بس the device doesn't use. الديفايس ما استخدمهاش. طب ليه اتحولت لجزء تاني من الانرجي؟ ادي عندي اهو give reason كمان. why the wasted energy is converted into other form of energy. الإجابة because energy is not destroyed but it's converted into other forms of energy. طيب ايه هي الفورمز دي؟ most of the wasted energy leaks out in the form of heat. معظم الويستد انرجي دي بتتحول لشكل ايه؟ heat، بتطلع على شكل حرارة. لكن هي بيحصل لها destroying، بتتدمر، بتختفي؟ لا. تعالوا نحل exercise عشان اتأكد ان انتوا فهمتوا الكلام اللي انا لسه قايلاه. عندي exercise 1 complete. عندي شوية كلمات هحطها مكان النقط. electrical, heat, chemical, cool, kinetic, sun, thermal. Number 1. Most of the energy we use is produced inside the inside ايه؟ inside the sun. برافو. يا ريت واحنا بنحل الاكسرسايز لما اقول السؤال نوقف الفيديو ونقول الإجابة وبعدين نشغل الفيديو نشوف احنا قلنا الإجابة صح ولا غلط. Number 2. When you eat, your body turns the energy found in the food into type تاني of energy اسمه ايه؟ the energy that help your body move. يبقى دلوقتي when you eat food ايه اللي بيحصل؟ your body turns the chemical energy stored in the food اسمها ايه؟ chemical energy found in the food into energy that help your body move. energy of movement اسمها ايه؟ اسمها kinetic energy. Number 3. In electric power stations A is burned to generate what type of energy. electric power stations الفيول بتاعها اسمه ايه؟ احنا لسه قايلينه من شوية اسمه coal. برافو عليكم. is burned to generate. طب الالكتريك باور ستيشنز دي بتطلع لنا what type of energy؟ من اسمها electric power station بتطلع لنا electrical energy. Number 4. in an electric iron. يعني ايه electric iron؟ يعني المكوى. electrical energy is converted into what type of energy؟ المكوى بتطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا heat اللي هي اسمها ايه؟ اسمها thermal energy. ما تتلخبطوش، لما يقول لي what type of energy مش بقول heat، بقول thermal energy. طيب number 5. in several electrical devices most of the wasted energy leak out in the form of احنا لسه قايلينها دي in the form of ايه؟ of heat. برافو. احنا كده خلصنا السيشن بتاعت النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا. لو في اي اسئله ممكن تسيبوها في الكومنتس او تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق الرسائل بتاعه الفيسبوك بيج. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتشيروا الفيديو مع اكبر عدد من زمايلكم عشان يستفيدوا هما كمان.